وبتبدأ الحلقة التانية من انمي اسطورة الابطال مع واحد اسمه روفوس البريا، وهو حاكم كروسبلت العام الاول، وبيعلن خطاب وبنعرف ان اسم الامبراطورية اللي انضم لها كروسبل ايروبيونيا اسم الامبراطورية، واسم الامبراطور بتاعها اسمه يوغن الثالث. وبينتهي المشهد الاول على كده. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجة يا جماعة الجرس علشان هو اللي بيوصل الفيديو او بيوصلك الفيديو اول ما تفعل زر الجرس. اول ما انزل الفيديو بيوصلك على طول بسبب الجرس. متنساش اللايك او الديسلايك على حسب انت عجبك الفيديو ولا لا، واهم حاجه تقول لي رايك في كومنت. وبيبدا مشهد لافي وهي بتتدرب وبتفكر في احداث الحلقه الاولى، بتفتكر كلام روغان ليها، وبيتجمعوا جنود حولها وبيستغربوا من قوتها في التدريب، وبيطلبوا منها بعض النصايح علشان يبقوا زيها، وهي بتقول لهم انه سيجاوبوا جيدا. دي النصيحه بس اللي قدمتها لهم. وتنتقل مشهد معانا لما كان قصر بالموند بالسابق، ودلوقتي بقى مسرح الفنون، وبيحيوا غلارك ومنقذهم. وبيبدأ عرض في المسرح وهو بيتفرج، وبينعقد اجتماع لليغر الشماليين، وبيتحدثوا عن انضمام كروسبل للإمبراطورية، وبيتكلموا ان الإمبراطورية بتحاول تحط خطة لتوحيد زموريا الغربية، وبيقولوا ان ممكن يكون هدفهم التاني شمال امبريا ويضموها للامبراطوريه. ونروح للمشهد الثاني للافي وجندي اسمه تاليون، بيكلمها عن الجنود الجدد انهم معجبين بيها وبمهاراتها لانها كانت متدربه معاهم من 6 شهور بس. وطبعا زي ما عرفنا في الحلقه اللي فاتت، ولو انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت روح شوفها علشان مش هتفهم اي حاجه من غير ما تشوف الحلقه اللي فاتت. وتاليون بيقول لها هم عايزين يتعلموا منك المزيد، فبترد عليه انها مش مناسبة علشان يتعلموا منها. فبتيجي إيسيريا وبتفاجئها من ظهرها تفتخر بيها، وفتاليون بيقول لها انها هربانة من شغلها كالعادة. ايه اللي جابها؟ وهي بتقوله انها ما يبينش ان هي كسولة، وهي تمت واجبها في امان. ولافي بتتحدى تاليون على انها لو كسبته ان محدش يتحكم فيها، وبتكسب لافي تاليون في المبارزة. وبنرجع تاني لمشهد الاجتماع وهما بيقولوا لروغان انه اعلن للناس ان الابطال قد ماتوا، ودوت اهانة واضحة للسيد. فروغان بيرد عليهم وبيقول انه ما قالش غير الحقيقة، وفي واحد بيقول ان كلام روغان صح وان كل الابطال ماتوا ما عدا كلارك، واطلق عليه رمز شمال امبريا. وبيظهر مشهد وبنكتشف ان لافي هي البنت اللي كانت بتجري على جدها في الحلقة اللي فاتت. وروح شوف الحلقة ومش هوصيك. ونكمل في سيارة بتتخطف بالجندي اللي فيها، وكانوا الجنود بيحاولوا يصحوا القائد مارتي من نومه التقيل، واستأذن تاليون من القائد انه يستخدم الانيغيميا. وبدأ القائد يفوق وبيحاول تاليون يوقف السيارة، وبتجري لافي على السيارة وهي مش لاحقاها، وبتطلع ايسيريا على مكان وبتضرب كويتش السيارة. وبنرجع للاجتماع بتاع اليغر مرة تانية، وبنشوف انهم بيتكلموا عن الهجوم الوقائي. لكن بيقول لها انا عارف انك بتجمعي الذخيرة والاسلحة، لكن ما نقدرش نهجم على الامبراطورية لاننا لو هجمنا عليها مش هنعمل حاجة غير اننا هننقذ اسد نائم. وقال لها الامبراطورية بتمتلك وحدة مجهولة، وبيقول لها ان روغان وحده هو اللي فريق استطلاعه اللي عارفين المعلومات ديت. وهي بترد عليه وتقوله ان في اشاعات بتقول ان الامبراطوريه هي اللي قصدت تسرب المعلومات دي. وبيدخل عليهم بطل الاخير وهو كلارك، وبيقول لهم لننتظر ونرى. وبنرجع تاني لمشهد لافي وهم لسه بيطاردوا السياره وبيحاولوا ينقذوا الجندي اللي في السياره، والحمد لله بيستطيعوا ينقذوا الجندي اللي في السياره. ولافي بتضرب على البرج علشان يقع ويمنع السياره من التقدم، وبيقع على السياره وبتنفجر. وواحد من اللي في الاجتماع اليغر بيخاف وبيقول ان البطل الامبراطورية بيهجم عليهم. وبعد كده بننتقل لمشهد لافي وكل اللي معاها وهما بيكلموا مع واحدة فيه بتقول انهم لازم يتعاقبوا على اللي حصل. ولكن سيريا بتتدخل وبتقول ان لافي هي اللي ساعدتهم علشان يتوقف السيارة. وتاليون بيقول ان لولا استجابتها السريعة لكانوا وقعوا في ورطة اكبر. وتقول للافي انها هتديها فرصة اخيرة انها تتسلل الامبراطورية علشان تعرف المعلومات عن اللغز اللي بيهددهم وهو بطل الامبراطورية. وبتقول لها انها هتقبل المهمة دي علشان تنقذ شمال امبريا او ترجع لبلدها. ولكن لافي بتقبل وبتعلق ايسيريا وبتقول انها متأكدة ان لافي كانت هتوافق. وبتقول
لجميع اللي معاها مع لافي، بتقول لهم ان لازم هم الاخر يشاركوا مع لافي. ودي بتنتهي معانا الحلقه النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه تحط لايك او ديسلايك. لو عجبك الفيديو حط لايك، ما عجبكش حط ديسلايك، وتقول لي رايك في كومنت، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.